يا صباح الخير. امبارح في حدث معتاد للاستاذ محمود سعد، دخل طبعا على الخط، مش هيضيع فرصه زي دي يعني. بيحسوا الصحفي، الصحفي الفني طبعا. ففتح لايف الاول، عمل بيان لاولاد محمود عبد العزيز: يا جماعه لموا الدور وما يصحش نطلع بره على السوشيال ميديا. هو يعني الراجل كتر خيره نصحهم بان هم ما يطلعوش بقى يطلعوا على السوشيال ميديا. فعلشان يؤكد النصيحه يطلع هو على السوشيال ميديا، يفتح لايف، يخلوا الناس كلها، كل الناس تاكل في لحم صديقه. هو بيقول صديقي، وبوسي برضه صديقته، ولكن محمود عبد العزيز كان صديقه وكان قاعد معاه وبيروح له البيت وعلاقته قويه جدا، وهو عارف، الولاد عارفين علاقتي بابوهم قد ايه. فقول رايك. طب قول رايك يا استاذ محمود. لا اقول رايي في ايه؟ انا ما اقدرش اقول رايي. يا جماعه الناس اللي بتشوف محمود سعد لحد دلوقتي مصدقينه. اذا كان هو ما قالش رايه في لبس محمد رمضان في امريكا، فتح لايف برضه نص ساعه، رغم ان هو مش هيقول رايه، بس برضه فتح لايف. يا جماعه ده بيلم فلوس. يا جماعه ما تتخيلوش ان هو علشان قاعد في فيلا ان هو مستكفي. الناس دي ما بتستكفيش، طمع الدنيا في قلبهم. فتح لايف يخلي الناس كلها تقعد تاكل في لحم صاحبه، لحم صاحبه ومراته على كلامهم، او طليقته او ارملته، علشان يلم فلوس. هو مش فارق معاه، لا فارق معاه ولاد محمود عبد العزيز ولا محمود عبد العزيز، مش فارق معاه حاجه. هو طمع الدنيا في قلبه ومسيطر عليه. الناس اللي مستنيه من محمود سعد يقول رأي محترم في اي حاجه مش هيعمل كده. والكلام اللي بيقوله دوت تمثيل، شغلانه مهنه اللي طالع بيقوله. وسمعت الله وسمعت الله، والله العظيم مهنه، شغل، عامله شغل زي الشيوخ اللي بيطلعوا شغل. مفيش قناعات يعني. ما علينا. طبعا دخلت ناس كتير، منهم واحد صحفي اسمه خالد، بيبدأ كل حد كده يعني على قده، يبدأ كله فيديوهاته بالحبايب، مش عارف ايه اسمه، خالد مش فاكر ايه. آه العبث بقى، وصلنا العبث ان هو يقول: يا جماعه انا كنت بقى في المؤتمرات وفي الندوات بشوفهم بيعملها معامله الازواج. حياة امك، بيعملها معامله الازواج ازاي يعني في المؤتمرات والمنتديات؟ يعني مش فاهم، مش فاهم، مش قادر افهمها دي. بيعملوا ايه يعني؟ بيقعدوا على حجر بعض؟ ما الوسط كله بيقعدوا على حجر بعض يا عم خالد. والله انت مش واخد بالك من الوسط اللي انتوا عايشين في وسطه. لا حول ولا قوه الا بالله. يا جماعه احنا مش بنناقش الموضوع علشان بوسي شلبي ولا ولاد محمود عبد العزيز، احنا بنناقش الموضوع علشان الناس تفهم ان كل واحد لازم ياخد حقه، والناس تفهم ان الاشهار مش انك الناس تشوفك رايحين جايين مع بعض. الاشهار انك تجيب الناس تشهدها ان في جواز، او تشهدها ان في طلاق. ده الاشهار. مش الاشهار احنا نشوف الناس رايحين جايين مع بعض، لا. الاشهار ان انا اجيب 2 3 من الناس دي: يا جماعه انا رجعت بوسي، يا جماعه انا طلقت بوسي، انا رجعت بوسي. فالناس لما تشوفنا مع بعض بقى في ناس شاهده ان احنا رجعتها بالفعل. هو ده الاشهار. انما الناس تشوفنا رايحين جايين مع بعض اللي هم عايزين يعملوه مساكنه والهبل اللي بيقولوه دوت، ده مش اشهار ولا ينفع يكون اشهار. الاشهار ان احنا نجيب ناس نشاهدها صراحه. طب ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل طبعا هي مستمريه في الهجوم الاعلامي على الولاد، وهم في الاخر هيضطروا ان هم يرفعوا عليها قضيه تزوير في محررات رسميه. عقوبتها سجن من 3 سنين ل 7 سنين. محمود سعد هيحصل ايه؟ محمود سعد يعني مش هيحصل له حاجه، لانه عامل زي الميه. والله حتى الميه يعني لها فايده عنه، انما ولا لون ولا طعم ولا ريحه، لا بيؤثر ولا بيقول كلام ولا حتى يعرف يقول رايه في صديقه. يعني حتى مش قادر يقول شهاده في موضوع يخص صديقه. هو بيقول صديقه من اعز اصدقائي وعلى طول كنت معاه، وهو مش قادر يعني، حتى مش قادر يقول لا يا جماعه دي كانت مراته وصديقه. فما بالكم بقى في الحاجات اللي هو عايز يحللها ويقول فيها رأي. فطبعا يعني الناس اللي بتتابع محمود سعد الحقيقه، عشان في ناس كتيره كلمتني: محمود سعد بيمثل يا جماعه. الكلام اللي بيطلع يقوله دوت والطريقه اللي بيقولها والحكم ده، طبعا هو قارئ وفاهم، انما علشان تفهموا ان دي اللي هو بيقوله دي قناعاته او ده افكاره او ده ايه ايمانه، ده مش حقيقي. والدليل اهو، مفيش مره الراي. هو بس بيفتح لايفات، وانت مش عايز تقول رايك، بتفتح لايف ليه؟
تفتح لايف نص ساعه تخلي الناس تقعد تتكلم في الموضوع ليه؟ انت مش ناوي تقول رايك، يعني انت مش ناوي تقول رايك، فاتح اللايف ليه؟ عشان تلم فلوس، لا اكثر ولا اقل. زي ما سهير رفعت القضيه ليه؟ عشان عايزه فلوس. لا كلام بقى لا، حقها الادبي، حقها الادبي فين؟ حقها الادبي انها تخلي لسانها سيرتها وسيره محمود عبد العزيز على كل لسان في العالم العربي؟ لا طبعا، طمع وقله ادب، كلهم طماعين. وصباح الفل.